دائما الإعلام الجزائري يسقط في التناقضات. في البداية يعترف أحد المتدخلين بأن وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 كان بفضل قوة المنتخب والروح القتالية والدعم الجماهيري الكبير في قطر، لكنه في الوقت نفسه يقلل من قيمة هذا الإنجاز ويرى أن تكراره سيكون صعبا. الفيديو مليء بالحقد والحسد والكراهية من إعلامهم الذي دائما يسقطون في نفس الفخ ولا يتعلمون من الدرس. في هذه القناة لن تجد مجرد أخبار عادية، بل ستكتشف تفاصيل لا ينتبه لها الكثيرون وقراءات ذكية للأحداث قبل أن تتضح للجميع. كل فيديو هو محاولة لتقديم شيء مفيد مشوق ويستحق وقتك فعلا. إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى لا تتردد في الاشتراك وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك أي جديد. المروك وصلوا للنصف النهائي باسكو كان عندهم 50 60 الف جماهير كاع في قطر يسيبورتي في المغرب، كانت عندهم روح قتاليه اللي ساعدتهم اللي يروحوا بحال يعاودوا يلعبوا كاس عالم. هاي عندك ان شاء الله نديروها ان شاء الله. لا انا ما نشوفش هكذا. واش خسرتي اذا دعيت لهم وقلت ان شاء الله يدوا؟ انا باش نوصل للنصف النهائي لازم ندي 3 كؤوس افريقيه وندوميني كاع الفوتبول افريقيا باش ندي كاس عالم. المروك ما داوش. لا وقالها لك المروك ما داوش 3 كؤوس افريقيه ولا خذوا دومي فينال. المروك كانت عندهم فرقه مليحه وكان عندهم الدعم الجماهيري في القطر، ماشي كيما تكون في اوروبا ولا في امريكا اللاتينيه ولا في امريكا. نو مي فوزي سي ان تورنوا فيرمي توتي بوسيبل. المروك وصلوا للنصف النهائي باسكو كان عندهم 50 60 الف جماهير كاع في قطر يسيبورتي في المغرب، كانت عندهم روح قتاليه اللي ساعدتهم اللي يروحوا بحال يعاودوا يلعبوا كاس عالم. هاي عندك كاس عالم في امريكا، روح للنصف النهائي ان شاء الله خويا. زين بيقول لك انت في كاس افريقيا ما تسمحش نصف النهائي. اسمح لي نروح كاس النهائي. نخلص لك واش حبيت خلاص. هيا صعب كمان ما نروحوش نصف نهائي. واش خلص لك واش حبيت. هيا سير هيا صح. بن شبير متفائل اكثر من اللزوم، قال لك نمشيو للنصف نهائي. على كل حال يبقى حقه خويا، كل شيء ممكن في كرة القدم. كل منا رايه الخاص. يبقى متفائل حقه. شباب، خبرة، مدرب مليح، الامكانيات كلها موجودة. فوزي قال لك الدعم الجماهيري، عندنا دعم جماهيري. عنده كيما نقول لك سقف. ما لازمش تتفائل اكثر ما ناخذ يطير لك الشعر. شو بيناتنا هنا الدليل راه كاين شكون اللي تفائل بزاف. وراثي قال لك. نعم ان شاء الله. اسمع عائله متفائله ما شاء الله عليكم. لا ما كاش مشكل ان شاء الله يا اخويا فوزي. ان شاء الله كل الدعم للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا الهدف الاول المسطر من طرف البعثه الجزائريه هو التاهل الى الدور الثاني. هذا هو الهدف، وهذا الهدف قد يتاتى بالفوز بمباراه واحده. الجميع يتحدث عن الفوز بمباراه الاردن، لكن لا ننسى بانه فيه مباراتين قبل مباراه الاردن. يجب ان نضع كل شيء من اجل الخروج ولو بنقطه مع الارجنتين، وايضا القتال امام النمسا، مباراه ثأريه للمنتخب الجزائري وتعلمون ما حدث في مونديال 82، ثم التفكير اخيرا في المنتخب الاردني كحل اخير. لكن يجب ان نضع كل شيء في المباراتين الاوليين. بخصوص مواجهه الاردن في الدور الاول، تصريحات سابقه للمدرب نور الدين زكري اللي قال انه مباراه الاردن من المفترض ان تكون سهله للمنتخب الجزائري. تصريحات اثارت جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم انت شاهدت ربما جزء من مباراه المنتخب الارجنتيني امام منتخب سويسرا. المباراه انتهت لصالح منتخب سويسرا برباعيه كامله مقابل هدف واحد. هل صراحه تعتقد انه المنتخب الاردني قادر على خلق صعوبات للمنتخب الجزائري في هذا المونديال؟ شوف اذا كان مردود، انا شفت شوط اول 3-0. الشوط الاول بالمردود اللي لعبوا فيه الفريق الاردني، نقول لك باللي ما يقدروش يشدوا معنا مع الفريق الوطني. المستوى اللي عندنا حنايا مع اللاعبين المستوى العالي ما يشدوش معنا، ما نقدروش. خاطر اللي شفت الهدف الاول خلل في محور الدفاع. كانت العوده الى ضربه جزاء. الهدف الثاني خرجوا بها السويسريين من منطقه 6 امتار، كان فيه مساحات كبيره. نتمنى ان شاء الله يلعبون بنفس الطريقه، لان مفتاح التاهل هي مباراه الاردن. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.